الصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في القناة. سؤال المتابعين والرد عليه من واقع تجارب السابقين. هل ممكن تحويل زيارة والدتي إلى إقامة؟ واحد بيسأل السؤال ده. حالة واحدة فقط، لو كنت أنت الابن الوحيد والأم. الإجابة طبعا عليه كانت لو كنت أنت الابن الوحيد والأم مطلقة أو الوالد متوفي، وليس للأم عائل في مصر أو في أي دولة يعني، وتثبت إنك ابنها الوحيد. بتجيبها طبعا زيارة، بتقدم طلب لوزير الداخلية أو خطاب مع الإثبات، وتطلب تحويل الزيارة لإقامة لعدم وجود عائل في مصر ليها، وبتدفع رسوم استقدام الأم 2000 ريال سعودي، ورسوم تأشيرة الدخول الأراضي السعودية 2000 ريال تدفع مرة واحدة، ومفيش رسوم شهرية لاستقدام الأم. يبقى الرسوم اللي بتقدمها 2000 ريال بتدفع مرة واحدة، و2000 ريال برضو بتدفع مرة واحدة اللي هي رسوم التأشيرة. طبعا يجب على الابن التأكد من استيفاء جميع الشروط المطلوبة للاستقدام، مثل إثبات صلة القرابة وتقديم المستندات المطلوبة. وطبعا ممكن التأكد طبعا من موقع منصة أبشر بكل المستندات. لو حابب طبعا يكون تبع أي مكتب أو محامي يبقى برضو، أو ياخد مشورته، ممكن برضو يساعده في حاجة ما يكونش عارفها أو حاجة في تكملة المستندات. وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.